السلام عليكم. ليه عيون الناس الوان رغم ان مفيش الوان في العيون؟ بس علشان اجاوبك على السؤال دوت لازم اسال نفسي سؤالين كمان معاه. اولهم، هي السما لونها ايه؟ بس خد بالك لو قلت ازرق تبقى غلطان. بلاش، هي الشمس لونها ايه؟ بس خد بالك لو قلت اصفر تبقى برضو غلطان. لكن يا صديقي، ولا السما لونها ازرق ولا الشمس لونها اصفر ولا حتى كمان في الوان في العيون. لكن يا صديقي، ده كله وهم بصري اساسه هو اللون الابيض. اهلا بيكم مع سقراط، ولو لسه جديد في القناه بعد اذنك اعمل اشتراك وفعل الجرس وما تنساش اللايك والشير. ويلا بينا نجاوب على سؤالنا. من الاخطاء الشائعه عند الناس ان هم فاكرين ان لون العين اساسه صبغه معينه ليها لون معين جوه العين. يعني العين الخضراء ليها صبغه لونها اخضر، والعين الزرقاء ليها صبغه لونها ازرق، وكذلك العسلي والبني. لكن يؤسفني اللي انا اقول لك ان كل الكلام دوت فاكس وغلط. لكن الحوار دوت اساسه يرجع لسببين. الاول ان في صبغه بروتينيه موجوده جوه قزحيه العين اسمها الميلامين. السبب الثاني هو تشتت للضوء اللي موجود جوه نسيج القزحيه، علشان اساسا صبغه الميلامين ملهاش لون. هتيجي تقول لي يا عم ما تروشناش، ازاي صبغه وملهاش الوان؟ امال الالوان دي كلها جت منين؟ اقول لك يا عم بس اتقل واهدى عليا وهروق عليك. الليله ديت بسبب ظاهره تشتت الضوء، والظاهره ديت اسمها ظاهره ريلي. وعلشان تعرف الظاهره ديت ركز معايا. مبدئيا كده العيون بتتلون بنفس الطريقه اللي بتتلون بيها السماء، مع ان الغلاف الجوي ملهوش لون من الاساس. لكن اللي بيحصل هو تشتت للضوء اللي جاي لنا من الشمس. وعلمونا زمان ان الضوء الابيض بينقسم لسبع الوان، اللي هم الوان الطيف او لا مؤاخذه قوس قزح. ولما كبرنا شويه عرفنا ان اللون صاحب الطاقه الاعلى هو اللون الازرق، واقلهم في الطاقه هو اللون الاحمر والاصفر. السبع الوان دول لما بيخشوا من خلال الغلاف الجوي بتاعنا اللي بيبقى بالظبط عامل زي البلطجي، يعدي صاحب الطاقات القليله زي الاحمر والاصفر وغيره، وبيقفش صاحب الطاقه الاعلى اللي هو الازرق، وجزيئات الهواء تفضل تنقله لبعضها وتخبطه ببعضها زي الكره الجلد بالظبط لحد ما ينتشر في كامل الغلاف الجوي، وفي الاخر حضرتك على الارض تشوفه باللون الازرق وهو ملوش لون من الاساس. نفس الفكره برضو بتبقى في العيون لما صبغه الميلامين بتبقى قليله جدا. قزحيه بتقدر تشتت اللون الازرق زي ما بيحصل في السماء بالظبط. الضوء الابيض بيخش على القزحيه، القزحيه بتعدي كل الالوان صاحبه الطاقه القليله وتقفش في اللون الازرق صاحب الطاقه الاعلى، فبيتبعتر في القزحيه واحنا في الاخر نتوهم من اللون العين ديت ازرق. وبرضه نفس الكلام بيحصل في العين الخضراء، بس العين دي بتحتوي على نسبه ميلامين اعلى سنه، فصبغه الميلامين اللي جوه العين بتديك بعد كده احلى ميكس الوان وتديك في النهايه اللون الاخضر. وهي نفس الفكره اللي بنشوف من خلالها الشمس لونها اصفر. احنا من شويه قلنا ان الشمس في الاساس لونها ابيض، لكن الغلاف الجوي بتاعنا بيقفش في صاحب الطاقه الاعلى اللي هو اللون الازرق، وبعد كده بيعدي صاحب الطاقه القليله اللي هو اللون الاصفر والاحمر. فلما بيعدي اللون الاصفر من الغلاف الجوي بتاعنا وتيجي انت تشوف الشمس بتشوفها لونها اصفر وهي اصلا بيضه ونصعه البياض. ففي الاخر كده لو قابلت واحد زي حالاتي كده عينيه ملونه ما تنفسنش عليه، واعرف ان ده مريض وغلبان وعنده نقص في الميلامين وادعي له ربنا يشفيه. بس كده. وفي الاخر المعلومه لو ما بتقراهاش اسمعها. احلى سلام.